أهلا بكم من جديد. صراحة لم نكن نعلم أنه الكاميرا رصدت هذه الفرحة، لكن إبراهيم أهم شيء هو التحية المتبادلة مع رود خليط والروح الرياضية، والفائز نشكره على ما قدمه، والمنهزم نتمنى له حظ سعيد. صراحة لاعب كبير وصديق وأخ، وعشنا مع سنوات في البيئين تقريبا أكثر من 14-15 سنة نشتغل معه. عنده روح رياضية وعنده تقبل الهزيمة بشكل. أقول لك شيء، أعتقد أن هذه المرة الأخيرة التي سأكون متواجد معكم. قررت أنني لن أسافر في المستقبل، سوف أفتقدكم يا أصدقائي بعد كأس العالم. قضيت معكم وقتا جميلا في قنوات البيين ومعكم. بالنسبة لي الشيء الأجمل في دولة قطر هو أنني تعرفت على هوية المسلمين. طبعا هناك أفكار مسبقة بسبب الإعلام في أوروبا، ولكن هنا تعلمت الكثير عن الهوية الإسلامية. شكرا على حكمتكم، شكرا على كرم الضيافة، وشكرا على كل ما أعطتني إياه دولة قطر، والشكر موصول إلى كل زملائي الأعزاء. إذن ستكون مهمتي الأخيرة في دولة قطر. كان لنا الشرف، صراحة كان لنا شرف نشتغل معه، بالعكس كان أخ وكان صديق، ودائما شخص محترم جدا. أتمنى له التوفيق إن شاء الله، وأكيد العلاقات ستستمر دائما رغم هذه الحياة. سيأتي يوما نحن طبعا سوف أتواصل معكم. والشيء الجميل، أحببت تواجدي هنا وحينما أسافر مع زملائي العرب. طبعا يأخذونني إلى أحسن الأماكن، أي أحسن المطاعم العربية. إذن أنا تبنيت القيم الخاصة بكم. الشكر موصول لكم، وسوف أحمل شكرا لك على هذه الكلمات وهذا التصريح، ونتمنى